أنا فتاة من مدينة مرتيل، أعيش حياة هادئة ومستقيمة. تعرفت إليه قبل عامين، وبدأ لي منذ اللحظة الأولى شاباً خلوقاً وابن أصل، يغدق علي الكلام المعسول حتى تقدم لخطبتي رسمياً وبدأ الأهل الاستعداد للعرس. بحكم الثقة العمياء وقناعتي بأننا صرنا زوجين، استجبت لطلبتي بإرسال صور خاصة حين كان مسافراً وتملكه الشوق إلي. لم أكن أدرك قط أن تلك الصور ستغدو حبل المشنقة الذي سيحاول خنقي به لاحقاً. لم يمض وقت طويل حتى بدأ وجهه الحقيقي ينجلي، تذرعا بأعذار واهية ليطلب مني المال بحجة ضائقات مالية لاستكمال أوراق الزواج والعمل. ساعدته أول مرة بذهب أمي، ثم استعنت بصديقاتي في المرة الثانية، غير أن طمعه لم يكن له حد. وحين أخبرته بعجز التام عن توفير المزيد ومطالبتي بتأجيل الأمر لحين جمع مال العرس، كشر عن أنيابه الحقيقية وتحول من خطيب حنون إلى مبتز سافر يهددني دون حياء. شرارة الكرامة واللجوء إلى القانون قضيت ليلة كاملة بلا نوم، وكان شبح الفضيحة أثقل علي من الموت، خصوصا أمام عائلتي المحافظة وجيراني. لكن مع إشراقة الصباح اشتعلت في روحي نار الكرامة والإباء، فقلت لنفسي بحزم: لو استسلمت اليوم ودفعت له، فسظل ضحية لتحكمه طوال حياتي. لم أتردد، فحملت مخاوفي وتوجهت مباشرة إلى محفر الشرطة بمرتيل. استقبلني ضابط شهم استمع إلي بتعاطف واهتمام بالغين، وبعد أن عاين رسائل التهديد قال لي بثقة: لا تخافي يا ابنتي، أمثال هؤلاء السفلة سنعرف كيف نؤدبهم. كوني قوية وساعدينا وسنسترد حقك في الحال. الفخ المحكم وضعت الشرطة خطة محكمة وسريعة. اتصلت به بصوت يرتجف خوفا، متخفية خلف قناع الخنوع والاستسلام، وأخبرته أنني دبرت المبلغ المالي، وبأننا سنتلقى في مقهى شهير قرب كورنيش مرتيل لأمنحه الأمانة ويقوم بمسح الصور أمام عيني. طار الرجل فرحا وغرورا، جاهلا أن حبل المشنقة كان يلتف حول عنقه بسبب طمعه الأعمى. في يوم الموعد تحول كورنيش مرتيل إلى مسرح عمليات صامت، إذ انتشر رجال الأمن بالزي المدني بين الزبائن، هذا يطالع جريدة وذاك يعبث بهاتفه، وثالث يحتسي قهوته بهدوء ويراقب بتركيز. جلست في أحمل حقيبة المال وقلبي يخفق بشدة، ما إن أطل بوقحته وابتسامة النصر تعلو محياه. حتى جلس مقابلي مستعجلا رؤية المال. مديت إليه الحقيبة، وما إن مد يده بلهفة وطمع لفتحها، حتى انقض عليه 3 من رجال الأمن الأشداء، فأثبتوه أرضا لتصدح قاعة المقهى بصوت الأصفاد وهي تحكم على معصميه. طعم الحرية شحب وجهه وفقد القدرة على النطق تماما، بينما تنفست أنا الصعداء وشعرت بأن الروح عادت إلى جسدي. رمى بنظرة أخيرة تملأها الذلة وطلب المغفرة، لكن الأوان كان قد فات. اليوم يقبع خلف القضبان بانتظار جزائه العادل. لقد تعلمت من هذه المحنة القاسية أن السكوت عن الابتزاز لا يجر إلا الذل، وأن قانون بلادنا بالمرصاد لكل ظالم، وقادر على نصرتك وحمايتك في أجزاء من الثانية.